ودي كانت شكل الرموش بتاعتنا بعد ما خلصت. مش قادرة اقول لكم قد ايه هي جميلة ولذيذة جدا وشكلها مشرف، تنفع في العزومات ولو عندكم ضيف او حاجة وهتقدموها شكلها شيك واحلى من بتاعة المحلات كتير جدا. جربوها وهتعجبكم وصفتنا جدا. اهلا بيكم في مطبخ حاجة حلوة. لو اول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل وصفاتنا الجديدة. النهاردة هنعمل مع بعض رموش الست. طبعا رموش الست من الحلويات اللي كل الناس بتفضلها لانها خفيفة جدا وطعمها حلو. وصفة سهلة جدا وبسيطة ومش تاخد معانا بقى غلبة ومواعين كتير وحاجات زي كده، لا لا خالص، ومن غير عجن ومضرب، لا لا مش هتاخد معانا وقت خالص. يلا بينا بسرعة عشان ما اطولش عليكم نبدأ بالمكونات. اول حاجة هنعملها الشربات. الشربات بتاع الرموش خفيف بارد مهم جدا. هنبدأ ننزل ب3 كوبايات من السكر زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط عليهم 3 كوبايات من المية. هنديهم تقليبة كده بسيطة بحيث لو في السكر بس ما يبقاش موجود في الحلة من تحت، وهنرفعه على النار. بمجرد بس ان هو يغلي هنطفي عليه على طول. يعني هو القوام بتاعه ما بيبقاش تقيل، بيبقى عامل زي المية بسكر، ما بيبقاش تقيل خالص. نيجي بقى لمكونات الرموش نفسها. هي مكوناتنا سهلة، هتكون نص كوباية من السكر الباودر، معلقتين من دقيق السميد السيمولينا بتاع البسبوسة، 2 بيضة بحرارة الغرفة، هنحتاج نص كوباية من الزبدة اللي تكون بحرارة الغرفة برضو ما تبقاش جامدة، وكمان هنحتاج 3 معالق كبار من جوز الهند الناعمة، وكمان معانا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنحتاج 2 باكيت من الفانيليا. واخر مكون معانا هيكون هو 2 كوبايات من الدقيق متعدد الاستعمال. هننزل بيه واحدة واحدة بحيث لو العجينة ما احتاجتش نسيب شوية الباقيين. هننزل في الاول خالص بنص كوباية الزبدة، وهنحط عليها دقيق السيمولينا، وكمان هنحط جوز الهند والسكر الباودر. هنحط كل المكونات دي كلها فوق بعض، وهنحط بيضاية، والبيضاية التانية هنحط بس البياض بتاعها، يعني هناخد حبة بيض كاملة والبياض بتاع البيضة التانية، وهنحط الصفار بتاعه على جنب كده، وهقول لكم هنستعمله في ايه في الاخر. زي ما انتوا شايفين كده حطيت باكت الفانيليا على البيضة، وهنحط اخر حاجة معانا البيكنج باودر، وهنقلب كل المكونات دي كده بالمعلقة مع بعض بحيث تمتزج. زي ما انتوا شايفين هقلبهم كويس بالمعلقة. بعد كده هبدأ استخدم ايدي في العجن، لاني انا محتاج ما يبقاش في اي تكتلات في العجينة دي، فهبدأ ان انا اعجن بايدي بحيث لو في اي تكتلات افكها بايدي وامزج الخليط كويس بايديا. زي ما انتوا شايفين كده هي بتبقى سهلة جدا ولينة لان الزبدة مش جامدة، مش هتاخد معاكم وقت خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. لو في اي تكتلات افكها بايديا. وهنيجي لاخر مرحلة ان انا هحط الدقيق بالتدريج واحدة واحدة كده لحد ما العجينة تبقى مش محتاجة دقيق تاني. يعني ما احطوش كله مرة واحدة لان طبعا بتختلف من دقيق للتاني. ممكن دقيق احتاج فيه اكتر، ممكن دقيق احتاج فيه اقل. انا خدت 2 كوبايات بالظبط الا 2 معلقة كبار في الوصفة بتاعتي، احتاجت 2 كوبايات وسبت 2 معلقة كبار. اتفضلوا. وهعجنهم كده بايديا، اخلط بس العجين اخلط الدقيق بباقي المكونات زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تبقى العجينة مش موجودة في ايديا خالص، يعني متلزقش في ايدي وتبقى مش موجودة في الطبق. يعني لازم العجينة تلم نفسها خالص وتكون كورة كده، يبقى انا كده عجينتي مظبوطة. زي ما انتوا شايفين كده
انا كده الدقيق معايا كفايه، يا دوب بس هخلطهم كويس. شايفين ايديا ما فيهاش اي حاجه خالص ولا نقطه دقيق حتى. ده قوام العجينه المظبوط. اخد منه حته وابدا اشكلها كده كوره زي ما انتوا شايفين. لو كورتها وعملت فيها كده خرم من النص وما شققتش، يبقى كده عجينتي ناجحه تماما تماما. لكن لو شققت ممكن تحطوا نقطتين لبن بس تطري العجينه. هنجيب بقى صاج وهنبدا ان احنا نشكلها. طبعا تقدروا تشكلوها دواير وتعملوا فيها ضغطه كده من النص بصباعكم، او تشكلوها زي ما انا بشكلها كده صوابع، وبرده تدوسوا عليها بصباعكم زي ما انتوا شايفين كده بالطول، عشان لما تقب بس وهي في الفرن ما تشققش وتستوي كويس. اهو زي ما انتوا شايفين الشكل ده بتاعكم، بس هي الشكل الرموش المتعارف عليه يعني اللي هو بيبقى طويل ده. اهو زي ما انتوا شايفين، ونضغط عليها كده ضغطة من النص ونسيب مسافة يعني صغيرة خالص بين كل واحدة والتانية، بحيث بس لما تنفش وهي في الفرن ما يلزقوش في بعض. هعمل معاكم كده كام واحدة وهكمل باقي الكمية وارجع لكم تاني. ودي كانت كمية الرموش بعد ما عملتها. هي عملت معايا الصاجين دول، واحد كبير والتاني اللي هو المتوسط. نيجي بقى لاخر مرحلة، هنجيب فاكرين صفار البضاية اللي سبناها في الاول، هناخدها ونفضي عليها باكيت الفانيليا التاني زي ما انتوا شايفين كده، وهنقلبهم وهندهن بيهم الوش بتاع الرموش بالفرشة. ندي كده دهنة هتدي لون حلو قوي وريحة كويسة للعجينة زي ما انتوا شايفين كده. دهنة بسيطة خالص هتفرق معاكم في التسوية وفي لون الرموش، عشان وشها ما ينشفش وكمان يبقى لونها ذهبي وحلو وما تبقاش لونها فاتح مش مظبوطة. ودي كانت شكل الرموش اهي بعد ما اتدهنت كلها. هندخلها الفرن على فرن ساخن مسبقا درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة بالظبط، رف اوسط. هدخلها الفرن وهطلعها وارجع لكم تاني. ودي كانت شكل الرموش بعد ما طلعت من الفرن. طبعا هي سخنة والشربات زي ما اتفقنا بيكون بارد خفيف. هنبدأ ان احنا نسقي الصاج كده بيها اهو زي ما انتم شايفين. نحط كده كمية كبيرة لان هو هتبصوا بعد شوية هتلاقيها شربت الشربات ده كله يعني هتلاقوها شربتها خالص، مش هيفضل ولا نقطة منه. بصوا، ونجيب بقى معلقة ونتعامل كده بالراحة خالص ونقلب الرموش على الوش التاني عشان تبقى خدت من الشربات من هنا ومن هنا. بس اهم حاجة في المرحلة دي اتعاملوا بحرص عشان الرموش بتبقى حساسة قوي في الوقت ده، ما تبقاش مفرفتة وتتفرفت منكم وتبوظ. لا، اقلبوها بالراحة اهي كده. انا بقلب الكمية كلها وهنسيبها في الشربات بتاعها ده نص ساعة، هتلاقوها شربته خالص خالص. هنسيبها وبعد كده ننقلها ونحطها في طبق التقديم اللي هتقدمه فيه. وده كان الشكل النهائي للرموش بعد ما خلصت وانا رصيتها في طبق التقديم. شايفين شكلها شيك ازاي وحلوة. يا رب وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم. لو وصفتنا عجبتكم دوسوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل وصفاتنا الجديدة. مع السلامة.